اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بودرة الكركديه او العناب. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهينفعك طول شهر رمضان. من العصاير المفضلة لينا في شهر رمضان. طبعا ده عصير طبيعي. مفيش فيه اي مواد حافظة ولا صناعية. يلا بقى بينا نشوف هنعمل بودرة الكركديه القمر بتاعتنا دي ازاي. انا معايا ورق كركديه. طبعا ده انا جايباه من عند العطار. ويستحسن تجيبي اللي هو الكركديه اللي هو الغامق احسن من الفاتح. طبعا انا نخلاه كويس من الاتربه اللي فيه. وبعد كده هنروح جايبين كبة الخلاط او مطحنة التوابل. طبعا لو مطحنة التوابل عندك مكانها توابل او ريحتها توابل، هتجيبي ربع رغيف او نص رغيف من الفينو. ضربة بس كده في الاول. طبعا هتشد الريحة التوابل اللي في قلب المطحنة وتعملي منها على طول. كده خلاص اتطحن معانا. انا معايا مصفة سلك اللي هي العيون اللي هي عيونها ضيقة بالشكل ده. وهبدأ بقى كده انخله ونطلع منه الشوائب آه اللي هي زي دي. طبعا هنرميها. وهنعاير كده بالكوباية. لكل كوباية من بودرة الكركديه عليها كوبايتين من السكر. طبعا السكر حسب الرغبة، حابة تقللي او تزودي فطبعا دي حسب رغبتك. هنعاير كده بالكوباية. ومعايا كده بقى ربع كوباية كمان، يعني كله على بعضه كوباية وربع من بودرة الكركديه. هنضيف عليهم حوالي كوبايتين ونص من السكر. وادي نص الكوباية. هضيف بقى ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون ديت مادة الحفظ للكركديه بتاعنا. لو قعد معاكي فترة طويلة هيحتفظ بطعمه وبلونه. هنقلبهم كده مع بعض. وهجيب كده ربع كوباية من المية، مية عادية من الحنفية. هضيف كده ربع كوباية من المية. وهنقعد كده نقلبه لحد ما يبقى معانا عامل زي الرملة كده. طبعا ما تزوديش المية عشان ما يعجنش منك. عايزينه يبقى عامل زي حبات الرمل كده. هنقلبهم كده مع بعض. كده خلاص جهز معانا. هنبدأ بقى نفضيه في علبة حفظ او في كيس بلاستيك معانا بالشكل ده في منتهى الجمال. هفضيه بقى في علبة او كيس بلاستيك. وطبعا هتاخدي منه عند الاستخدام على طول. هنعمل كده بقى مع بعض كوباية. لكل كوباية من المية عليها معلقة من بودرة الكركديه. وهنصفيه بمصفة سلك عشان لو في اي شوائب. ما شاء الله، في منتهى الجمال. طعم وريحة ولون فعلا حكاية. طبعا لا غنى عنه في شهر رمضان. حضريه بإيدك في المنزل. طبعا أنظف وأوفر وأحسن من الجاهز بكتير. جربوه على طريقتي إن شاء الله هتعجبكم. نتقابل إن شاء الله مع فيديو جديد.